قضيتنا اليوم من أبشع القضايا اللي دازت في المغرب. الناس مكناس عمرهم ينساوها، قصة المحامي ومراته في حي النجارين. مدينة مكناس في المدينة القديمة، بالضبط سنة 2005. فاش وقعت هاد القضية، واحد العمارة فيها 4 ديال الشقق، 3 ديال الشقق ديال واحد القزاز، الشقة الرابعة ديال واحد السيد آخر. القزار بقى مع هاد السيد خلاف على ديك الشقة، بغا يحيدها عليه حتى هي، حتى وصلوا للمحاكم وبقاو على داك الحال حتى كبروا ولادهم. المهم القزار ولادو تبعوا الحرفة ديالو، كانوا دايرين تحت هذيك العمارة مطعم ديال الكفتة والشوا. السيد الاخر مشى لمدينة اخرى، ولكن واحد ولدو ولا محامي، تزوج وبقى مستقر في هذيك الشقة، وبقى داك الخلاف بين الولاد اللي كان بين الاباء ديالو. المهم ديما الصداع بيناتهم، مشاكل، محاكم. ولاد الجزار طلبوا منه ياخذوا ليه شقة اخرى وهما يخلصوا عليه، ولكن المحامي رفض يتخلى على الشقة ديالو. المهم كثروا المشاكل بيناتهم بزاف. في الاخر اتفقوا ولاد الجزار مع واحد السيد اخر باش يصفيوا المحامي ومرته. فعلا خلاو حتى كان جاي مع مراته، بقاو مراقبينه حتى طلع حدا الشقة ديالو. جهدوا الموسيقى مزيان وهبطوا عندهم ب4 بيهم وضربوهم بالحديد الراس حتى سخفوهم وطلعوهم وفصلوهم. بل اكثر من ذلك، طحنوهم كفتة وذوبوا لحمهم بالماء القاطع ودوزوا كلشي في القادوس. جمعوا كلشي بحال ما وقع والو. من بعد 6 ايام المحامي مبقاش كيجي للمكتب ديالو، عائلته كيصونيو عليه والو، حتى جواب. من بعد جاو عائلته حتى للدار، حتى شي حد ما كيجاوب. سولو واش حتى حد ما عندوش شي اخبار عليهم. دازت مده طويله السيد ما باش. مشاو عائلته ديكلاراو عند البوليس، فعلا مشاو حلوا الشقه، لقاو كلشي عادي، الحوايج بلاصتهم، الدار مجموعه عاديه. ولكن بقات عندها تساؤلات، يمكن سافر، يمكن جاتو شي خدمه، والو ما وصلوا، والو ما وصلوا لتا حاجه. ولكن سبحان الله الروح ما كتسترش عزيزه عند الله. كيفاش تفتحوا هذوك المجرمين؟ واحد النهار واحد النمره صونات على ام الضحيه المحامي، والنمره ديال ولدها فاش جاوبات الام ديالو لقات صوت مراه قالت ليها ولدك راه مشى على برا، مابقاش في المغرب. وكتقطع كل مره كتصوني على الام ديالو، كتفلى عليها وكتقطع. شنو هي هاد السيده وكيفاش وصل لها التليفون ديال المحامي؟ هاد السيده مزوجه وراجلها في اسبانيا، ولكن كانت على علاقه بواحد من ولاد الجزائر، وحيت هو على علاقه مع مراته والعياذ بالله مشى تعرف عليه وقرب منه وكتر ورجع صاحبه، ولا صاحبه كيجي عنده للدار. المهم عاود ليه على المحامي وعطاه 20 مليون باش يدخل معاهم في هاد الجريمه، حيت عنده القضيه عيانه في اسبانيا وما عندوش شي مدخول وطمع في الفلوس. داك النهار فاش نفذوا الجريمه، هاد السيد خلاهم مشغولين فاش كانوا كيقطعوا ويفصلوا وهبط الشقه فاش كان ساكن المحامي، وهز شي حوايج والذهب والتليفون ديال المحامي وطلع حداهم، كمل معاهم السهره ديالو والسلاو ورجع للدار. عاود لمرتو الواقعه كامله وعطاها التليفون ديال المحامي كادو، بالغباء ديالو طبعا. لا، وهي اكثر من ناض كتصل بالنوامر وتفلى على عائله الضحيه بهاد الاتصالات. باش وصلوا البوليس السيده وجابوها، حقوا معاها وتاكدوا باللي ديال المحامي هي اول خيط، باش جابوا اول مجرم راجلها وهو جبد الاخرين وتفضح كلشي. ولكن الحاجه الخطيره في هذه الجريمه، زوجة المحامي قتلوها وهي حامله وعندها 7 شهور. الله يرحمهم، حسبي الله ونعم الوكيل.